يحكى أنه كان يا مكان، كان في عبد مسلم ملك السيد ظالم وبخيل وقاسي جدا. في يوم من الأيام العبد ده احتاج سلفة عشان يقدر يعيش، كان لا يملك حتى قوت يومه. فسيده رفض بشدة انه يديله وقال له لا، انت مش هتاخد غير اللي بديهولك وغير الراتب بتاعك اللي بتاخده. فقال له ده انا بخدمك طول عمري، ما استحقش منك انك تساعدني؟ قال له هو كده، انت مش هتاخد غير اللي بديهولك. فقال حسبي الله ونعم الوكيل، لله الامر. ومشي واخد الغنم بتاعت سيده وراح يرعاها. وهو ماشي في الصحراء قابل اتنين راكبين خيول وقاعدين بياكلوا تحت ظل شجرة. فقالوا له اتفضل معانا. قال لهم انا صايم. قالوا له صايم في عز الحر الشديد ده؟ قال لهم عشان ربنا يحميني ان شاء الله من شر نار جهنم يوم القيامة. قالوا له طب احنا عايزين غنمة من الغنم اللي معاك دي، هنشتريها ونديك حقها. قال لهم بس الغنم دي مش بتاعتي، مش ملكي، ملك سيدي. قالوا له طيب، طب ما تقول له ان الديب اكل الغنمة وخلاص، وخد انت الفلوس انتفع بيها. فقال لهم لا، انا ما اقدرش اعمل كده. قالوا له ليه؟ هو انت خايف ان سيدك يشك فيك؟ قال لهم لا، انا مش خايف منه، انا خايف من ربنا، لان ربنا مطلع عليا وشايفني وعارف ان انا بكذب. فانا مش هقدر كمان اخون الامانة واكذب، وربنا شايفني ومطلع عليا، انا مش هقدر اعمل كده. راح لزوجته فقالت له عملت ايه في موضوع السلفة؟ قال لها هو سيدي مرضاش يديني، رفض. قالوا له طب، قالت له طب هنعيش ازاي ونعيش منين؟ ده احنا ما عندناش حتى اكل في البيت. قال لها هنبيع المعزة اللي حيلتنا. قالت له ده ما فيش عندنا، يعني هي اللي بنشرب منها لبنها وعايشين من خيرها. قال لها ما فيش قدامي غير الحل ده، انا مضطر. وخد المعزة وراح يبيعها للراجل اللي هو مديون له، على اساس يسد دينه من تمن المعزة. فالراجل قال له ايه ده المعزة دي مش جايبة نص الفلوس اللي عليك ليا. وهو واقف بيتكلم معاه لقى الراجل اللي قابله في الصحراء داخل عليه. قال له انت فاكرني؟ قال له طبعا انا فاكرك، انت اللي قابلتني في الصحراء وكنت عازم عليا بالاكل علشان اكل معاك. قال له انا جاي عشان اقولك ان انا رحت لسيدك وحررتك واشتريتك. فرح جدا، معقول انت اشتريتني؟ انا هبقى ملكك انت؟ قال له لا، انت هتبقى حر وملكي نفسك. قال له طب بس انا هعيش ازاي وهعيش منين؟ انا ما كنت باخد الراتب بتاعي من سيدي وبعيش منه، الوقت انت حررتني، طب انا ماليش حاجة اعيش منها. قال له ما انا كمان اشتريت لك كل الاغنام اللي انت كنت بترعاها، اشتريتها لك وبقت ملكك وبتاعتك، هترعاها وتاكل منها ومن خيرها. فالراجل كان سعيد جدا ومبسوط ومش مصدق اللي بيتقال. فقال يا ما انت كريم يا رب. العبرة والشاهد من القصة يا جماعة ان احنا لازم نكون أمناء عشان ربنا يكافئنا، لازم نكون صادقين ونصون الأمانة ونحفظها، حتى لو صاحب الأمانة مش شايفنا ما نفرطش فيها، ونكون صادقين مع ربنا، لأن ربنا هو اللي مطلع علينا وشايفنا. لما نكون أمناء ربنا هيكافئنا بالخير كله، زي ما كافئ العبد المسكين وأغناه من فضله وكرمه. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.